بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا، ورجعت لكم بفيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض ازاي نعمل الجبنة الكريمي. بما ان اسعارها بقت غالية جدا جدا الايام دي يا جماعة، في ظل الغلاء اللي احنا فيه، فقررت ان انا اعملها لكم في البيت، لان اولادنا كلهم بيحبوها وبيحبوا ياكلوها في السندوتشات. فقررت ان انا اعملها لكم بطريقة بسيطة ومش مكلفة، وقوامها كريمي جدا وطعمها جميل جدا، وهتعجب اولادكم، وهتقدروا تعملوها بطريقه مش مكلفه. ويلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. معانا المقادير: معانا لتر حليب، تمام، بس لازم يكون حليب كامل الدسم، ومعانا عصره ليمونه واحده، ومعانا معلقه خل ابيض، وبنعلي النار على اللبن بتاعنا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنبدأ نلاقي الحليب بتاعنا بدأ يفصل الجبنة عن الشرش بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام. اول ما فصل عندنا بنطفي النار، وبنبدأ نصفي الجبنة بتاعتنا بأي مصفى عندنا زي ما انتم شايفين. هو ده قطع البروتين او قطع الجبنة اللي موجودة. هنحط عليهم معلقتين كبار لبن بودر، وهنحط 3 قطع جبنة مثلثات، الجبنة اللي انتوا بتحبوها، الطعم اللي انتوا بتفضلوه. وهنحط 3 معالق كبار زيت، بس لازم يكون زيت كويس، ورشة ملح، يعني زيت ذرة او زيت عباد شمس، بس يكون نوعه كويس يا جماعة، تمام. معانا كوباية شرش من بتاع الجبنة اللي احنا عملناه، وبنبدأ نضرب كل المكونات دي في الخلاط كويس جدا جدا لغاية لما تنعم وتبقى بالشكل وبالقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لونها بيبقى فاتح جدا زي ما انتوا شايفين، قوام كريمي والطعم جميل جدا جدا. بنعبيها في علبة وبنبدأ نحطها في التلاجة ونستخدمها، والطعم بيبقى جميل جدا، والقوام زي ما انتوا شايفينه قوام كريمي وناعم جدا زي ما انتوا شايفين. وطبعا ما كلفتناش كتير مقارنة بالاسعار اللي احنا بنسمعها بره دي، وتقدري توفريها لاولادك وتعمليها لهم بكميات كتير. كان معكم زهرة المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.